حكايتنا بتكمل في الجزء الثاني مع بيتر باركر وهو رايح شغله اللي في محل بيتزا، وبيتعصب عليه صاحب المحل علشان بيتر دايما بيتأخر، بيديله اوردر يوصله في 5 دقايق وإلا هيطرد. فبيجري بيتر في الشارع بسرعة بالموتوسيكل، لكن الطريق كان زحمة جدا، فبيلبس بدلة سبايدر مان وبياخد البيتزا وبيبدأ يطير بين العماير. ولما بيشوف طفلين العربية هتخبطهم فبيروح ينقذهم، وبيرجع ياخد البيتزا اللي كان سايبها في بلكونة قبل ما الساكن ياكلها. بيوصل المكان وبتقول له موظفة استقبال المبنى انه اتأخر دقيقتين ومش هتقدر تاخدها منه. بيرجع بيتر المحل وبيطرده المدير لانه اتأخر عن ال5 دقايق. بيروح بيتر الجامعة وبيقابل دكتوره اللي بيحذره لانه بقى مهمل في دراسته، وانه لازم يرجع يلتزم زي زمان والا هيسقط في مادته. بعدها بيروح البيت وبيغير هدومه علشان يلبس البدلة، لكن بيلاقي عمته هاري وماري جين عاملين له حفلة عيد ميلاد صغيرة. وبيتكلم هاري مع بيتر وبيقول له انه ماسك مكان ابوه في الشركة وانهم اتعاونوا مع دكتور اوكتافيوس. فبيقول له بيتر انه بيعمل بحث عنه، فقال له هاري انه ممكن يخليه قبله، فبيفرح بيتر وبيوافق. بنشوف بيتر بعدها واقف مع ماري جين وبيبارك لها انها اخيرا حققت جزء من حلمها وبقت ممثلة وعندها مسرحية خاصة بيها، وبيقول لها انه هيحضر المسرحية. وبتقول له ميري انها بتتمنى انه يحضر بجد مش زي كل مرة بيقول كده ومش بيجي. بننقل بعدها على هاري وهو معاه بيتر في الشركة علشان يقابل دكتور اوكتافيوس زي ما وعده، وبيبدأوا يتكلموا سوا. وبيقول دكتور اوكتافيوس لبيتر انه شغال على فكرة مشروع جديدة هتغير فكرة العلم وهتعمل طفرة كبيرة، وبيبدأ يشرح لبيتر اللي بيكون منبهر بيه جدا. وبالليل بنشوف بيتر بيلبس بدلة وبيجهز علشان ينزل يحضر مسرحية ماري جين. وهو في الطريق كان في مطاردة بوليس لمجرم متهور كان هيخبطه من ورا بالعربية، لكن بينط بيتر في الهوا وبيتشقلب على آخر لحظة. وبينبهر الأطفال باللي عمله وبيسألوه عملت كده ازاي، فقال لهم اهتموا بالأكل الصحي. وبيجري يغير هدومه بعيد عن الناس علشان يبقى سبايدر مان، وبيطارد المجرمين اللي بيضربوا عليه نار وبيتفاداها بيتر وبيمسكهم بالشبك وبيعلقهم في عمود نور. في نفس الوقت مسرحية ماري جين كانت بدأت، وبتبص على كرسي بيتر وبتشوفه فاضي وبتتضايق لكن بتكمل تمثيل. بيوصل بيتر بعدها المسرح وبيمنعه الحارس انه يدخل علشان المسرحية بدأت. بيحاول بيتر معاه لكنه بيقول له يخرس ويمشي في هدوء. بعد المسرحية بيشوف بيتر ماري جين واقفة مع واحد تاني وبيكون مصدوم جدا من اللي شافه، وبيجري بيتر بين العماير وبيقلع لبسه في غضب وحزن علشان يتحول لسبايدر مان وبيبدأ يطير في المدينة. وفجأة وهو بيتأرجح بين المباني الخيوط بتخلص منه وهو على ارتفاع عالي، وبيفضل يحاول لكن مفيش فايدة وبيقع على سطح بيت. بنشوف بعدها دكتور اوكتافيوس اللي خلص مشروعه وبيعرضه على لجنة من الشركة والحضور، ومن الحضور كان طبعا هاري نورمان وبيتر باركر موجودين. فكرة المشروع كانت عبارة عن دراعات بيوصلها بجسمه عن طريق عموده الفقري، وبيتحكم فيها عن طريق شريحة على مؤخرة راسه بتنقل إشارات مخه للدراعات علشان يتحكم فيها عن طريق المخ. وبتكون الدراعات دي عامل مساعد في المشروع الرئيسي اللي هو عبارة عن تحويل التيرانيوم اللي استخدمه من شركة هاري للطاقة الشمسية. وأثناء التجربة بيفقد السيطرة عن الطاقة دي وبتبدأ تسحب كل حاجة في المكان جواها. وبيظهر فجأة سبايدر مان علشان ينقذ هاري وبيحاول يوقف الجهاز قبل ما يدمر المكان، لكن دكتور اوكتافيوس بيمنعه وبيرميه بعيد بالأدرعة بتاعته. بينكسر زجاج المعمل وبيقتل زوجة دكتور اوكتافيوس وبيحصل له صدمة كبيرة. وقتها بتطلع طاقة من الشمس وبتخبط في الأدرعة وبتكسر الشريحة اللي بتمكنه من التحكم فيها. بيقدر سبايدر مان يفصل المشروع وبيفقد دكتور اوكتافيوس الوعي وبينتقل للمستشفى. في أوضة العمليات الجراح كان هيشيل منه الأدرعة اللي متصلة بجسمه، لكنه بيفوق وبيموت كل اللي في غرفة العمليات. وبيتبدأ الأدرعة تكلمه عن طريق خرافات في دماغه وبتقول له إنهم يكملوا المشروع. وبيحس هنا دكتور اوكتافيوس بجنون العظمة وإن محدش يقدر يتصدى ليه. بنشوف بعدها بيتر هو ومرات عمه في البنك علشان ياخدوا قرض، لكن للأسف دكتور اوكتافيوس كان في نفس البنك بيسرقه وبيرمي باب الخزنة ناحية بيتر، لكن بيتفاداها وبيدخل رجال الأمن لكن بيرميهم بعيد بكل سهولة. وبيبدأ يجمع أكياس الفلوس وبيظهر سبايدر مان وبيتقاتلوا وبيضربوا اوكتافيوس بأكياس الفلوس، لكن سبايدر مان بيتفاداها وبيمسكها وبيحولها ناحية اوكتافيوس.
فبيضربوا بيها. بعدين بيحاول يضربه بالشبك بس ايده ما كانتش بتطلع اي حاجة، فبيضربوا اوكتافيوس وبيقع سبايدر مان، وبيمسكوا اوكتافيوس وبيحذروا يبعد عنه او هيقتله. فبيستخدم سبايدر مان شباكه وبيشتت انتباهه علشان يسيبه، وبعدين بيضربه وبيبعده بره البنك. بيوصل البوليس بعدها وبياخد اوكتافيوس عمة بيتر رهينة علشان يهرب، فبيظهر له سبايدر مان وبيقول له يسيبها، فبيسيبها فعلا لكن من على ارتفاع كبير وبتقع. لكن بيلحقها سبايدر مان على آخر لحظة وبيطلعها على المبنى تاني، وبيرجع يتقاتل مع اوكتافيوس وبيرمي عليه شباك في عينه، فبيضربوا اوكتافيوس وطيروا على العمارة اللي قدامه. بيرجع بيتر طيران ناحية اوكتافيوس علشان يهجم عليه، لكن اوكتافيوس كان محضر سلاح حاد في سن الدراع علشان يقتله بيه. فبتضربه مرات عم بيتر على راسه وبيفقد توازنه وبتقع بعدها، وبينط سبايدر مان وبيلحقها على آخر لحظة، وبيكون دكتور اوكتافيوس هرب تاني يوم بيتر كان في حفلة بيغطيها صحفيا وبيصور أحداثها، وبيشوف ماري جين مع حبيبها الجديد. استناها لما بقت لوحدها وراح يعتذر لها علشان معرفش يحضر المسرحية، فبترد عليه بغضب وخيبة إنها كانت متأكدة إنه مش جاي، وقالت له إنها هتتجوز. فبيسيبها وهو زعلان، وبيروح يتحول لسبايدر مان وبيطير وبيتأرجح بين العماير، بس بيفقد شباكه تاني وبيقع من على ارتفاع كبير، وبيحاول يمشي على الحيطة لكن كل شوية بيقع، وكل ما يطلع يقع تاني، وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل لقوته. بعدها بنروح لدكتور اوكتافيوس اللي بيحاول يبني المشروع بتاعه وبيحاول يشغله تاني. بنشوف بيتر بيروح للدكتور وبيستفسر عن اللي بيحصل لقوته، لكن بشكل غير مباشر علشان ما يتكشفش هويته، فبيقول له انه متلخبط ومش عارف هو عايز ايه. بيقرر بيتر بعدها انه خلاص مش عايز يبقى سبايدر مان تاني، وبيرمي البدلة في الزبالة. بيتفرغ بيتر لحياته ودراسته وبيرجع متفوق، ودكاترته بيكونوا مبسوطين بيه، وبيقدر المرة دي يحضر مسرحية ماري جين، وأول ما شافته فرحت جدا. وبعد المسرحية بيقول لها بيتر إنه اتغير عشانها وهيفضل معاها على طول، لكنها بتقول له انت جيت متأخر وبتسيبه وبتمشي. بنشوف بعدها عامل نظافة لقى بدلة سبايدر مان في الزبالة وبيوديها لرئيس التحرير وبيديله $100 مكافأة، وبيبدأ خبر ينتشر في الصحف ان سبايدر مان اعتزل، وكل ما بيشوف بيتر جريمة قدامه مش بيرضى يتدخل. بننقل بعدها لدكتور اوكتافيوس وهو قرب يخلص المشروع بتاعه، لكن ناقصه التيرانيوم اللي موجودة عند هاري بس، فبيروح له علشان ياخده منه وبيهدده بالقتل. فبيقول له هاري انه مش بيخاف من الموت، ولو فعلا عايز التورينيوم يجيب له سبايدر مان علشان ينتقم لقتل ابوه نورمان. وبيقول له اوكتافيوس ان بيتر باركر يكون المصور بتاعه وممكن يوصل له عن طريقه بشرط ما يأذيش بيتر. تاني يوم بيكون بيتر قاعد مع ماري جين في كافيه، وبيظهر اوكتافيوس وهو بيرمي عليها عربية. بيحس بيتر عن طريق حاسة الخطر ان في حاجة بتترمي عليه من ظهره من اتجاه الشارع، وفعلا بيتفاداها هو وماري جين. وبيدخل اوكتافيوس وبيهدد بيتر وبيقول له يخلي سبايدر مان يقابله بكرة وإلا هيقتله، وبيرميه بعدها علشان يمسك ماري جين رهينة. بيقوم بعدها بيتر وهو غضبان وبيروح يرجع بدلته من الجريدة من مكتب رئيس التحرير، وبيروح لأوكتافيوس وبيبدأوا القتال على المبنى، وبعدها على قطر متحرك، وبيبدأوا توجيه لكمات قوية لبعض. ولما حس أوكتافيوس ان سبايدر مان اقوى، ضرب سواق القطر وافقده الوعي ودمر مقبض الفرامل بتاعة القطر وزود سرعته لأقصى سرعة. وبيقول لسبايدر مان وريني هتنقذهم ازاي، وبيقول له اشوفك تاني. وبينط على المباني اللي القطر ماشي وسطيها، وبينزل سبايدر مان قدام القطر وبيحاول يوقفه برجليه، لكن القطر كان سريع جدا، فبتجيله فكرة انه يرمي شباك كتير على المباني اللي يمين وشمال القطر، وبيشدها بأقصى قوة عنده لدرجة ان بدلته ابتدت تتقطع من شدة قوة الشد، وبينجح انه يوقف القطر على اخر السكة الحديد قبل ما يقع. بيبدأ يفقد الوعي من كتر التعب وكان هيقع، لكن الركاب بيشيلوه ودخلوه القطر. بيتر كان من غير قناع، فبيشوف شكله واحد من اللي موجودين، استغرب انه شاب وقال انه مجرد شاب صغير وانه قد ابنه. وبيفوق سبايدر مان وبيتخض لان الناس شافوا شكله، فبيهديه راجل وبيقول له ان هويته هتفضل سر وان محدش هيعرف انهم شافوه. وبيجيب له طفل القناع بتاعه اللي كان واقع في واحدة من العربيات. وفجأة بيظهر دكتور اوكتافيوس، بيقف الركاب حوالين سبايدر مان يحموه زي ما انقذهم، لكن اوكتافيوس بيبعدهم بسهولة جدا وبيضرب سبايدر مان ضربة قوية وبيفقدوا الوعي. وبياخدوا الهاري وبيطلب التيرانيوم، وفعلا بيدوهوله وبيمشي.
وبيروح يجيب خنجر علشان يقتل سبايدر مان، لكن بيتصدم لما بيشوف انه صديقه بيتر باركر. وبيبدأ بيتر يسأله عن اوكتافيوس راح فين، لكن هاري من الصدمة ما بيعرفش يرد. بنرجع بعدها لدكتور اوكتافيوس وهو بيبدأ يشغل المشروع وفعلا بينجح. بيظهر سبايدر مان وبيحذره ان المشروع هيأذي وهيدمر المدينة كلها، لكن اوكتافيوس مش بيسمع له وبيمد دراعه يمسكه علشان يتقاتله، لكن سبايدر مان بيتفادى ضربته وبينط يهجم عليه وبيوقعه في المية وبيبدأ يضرب فيه بقوة. وفجأة الطاقة الشمسية خرجت عن السيطرة وابتدت تسحب اللي حواليها بما فيهم ماري جين، لكن بيتر بيلحقها على آخر لحظة. بيهجم عليه دكتور اوكتافيوس وبيضربه ضرب شديد وقال له مهما حصل مش هتقدر تغلبني، وبيحاول يقتله، لكن بتيجي ماري جين من ظهره علشان تضربه، لكن الدراعات بتبعدها. وبيطلع اوكتافيوس سم من الدراعات علشان يقتل سبايدر مان، لكن سبايدر مان بيتفاداها وبيجيبها اوكتافيوس في كابلات الكهرباء وجسمه كله اتكهرب، وبيفصلها سبايدر مان بسرعة علشان توقف جهاز الطاقة الشمسية، لكن ما بيعرفش وبتفضل تسحب كل حاجة في المدينة والعربيات والبيوت. فبيروح سبايدر مان لدكتور اوكتافيوس وبيقلع القناع وبيعرفه انه بيتر باركر وانه كان واخده قدوته، واكيد هو عارف انه ما كانش عايز يبقى قاتل ولا يحب ان علمه يدمر البشر والبيئة، لكن الدراعات بتهجم عليه وبتخنقه. فبيقول له بيتر ما تخليهاش تسيطر عليك، انت اقوى من كده، وان هو اللي عملها. فبيقدر اوكتافيوس يتحكم فيها وبيسأل بيتر يوقف الجهاز ازاي، فقال له بيتر ان الحل الوحيد انه يغرقها في المحيط. فبيقوم بيتر علشان يدمرها، فبيمسكه اوكتافيوس وبيقول له انه هو اللي هيعمل كده. وبتشوف ماري جين بيتر وبتعرف انه هو سبايدر مان وبتكون مصدومة جدا، لكن فجأة المكان بينهار عليها وبيتر بيلحقها في اخر فرصة. وبنشوف ان الهزة دي بسبب اوكتافيوس وهو بيغرق جهاز الطاقة الشمسية وبيغرق معاه في المحيط وبيموت. بنشوف بعدها بيتر وماري جين وهو بيقول لها انه كان دايما بيتأخر على موعدهم عشان كان واجبه كسبايدر مان يحمي المدينة واهلها دايما وفي اي وقت. بنشوف بعدها هاري وهو سامع صوت غريب بيكلمه وبيتخيل ان ابوه نورمان بيكلمه في المراية، وبيكسر المراية وبيكتشف غرفة سرية وراها وبيلاقي قناع العفريت الأخضر وقنابل وأسلحة. بعدها بنشوف فرح ماري جين وبيكون الناس كلها موجودة إلا هي. بتكون سايبة لعريسها رسالة إنها مش عايزاه وإنها بتحب حد تاني، وبنشوفها راحت لبيتر وبتقوله إنها بتحبه وإنها مش هتعرف تحب حد تاني. بيسمع بيتر صوت الشرطة في الراديو وبيعرف إن في سرقة بتحصل في البنك، فبتقول له روح يا بيتر وبتكون مبسوطة جدا. بيلبس بيتر البدلة وبينط من شباك اوضته وبيرجع سبايدر مان لواجبه اتجاه المدينة من جديد. بكده يكون خلص الجزء الثاني من سبايدر مان، وانتظرونا في الجزء الثالث ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين نقدمه المرة الجاية. سلام.